ليه وازاي وامتى؟ لو لقيت انك بتسأل نفسك الأسئلة دي يبقى انت محتاج تقعد وتسمع البودكاست ده، يمكن تلاقي إجابة على أي سؤال انت بتسأله لنفسك. أنا مايا رشاد، ودي تالت حلقة من بودكاست عندك واحد نضج وصلحه. السيناريوهات الوهمية. كل واحد فينا عنده السيناريو الوهمي الخاص بيه اللي بيستخدمه في نهاية كل يوم عشان يخفف من حدة وقعه. شخص ما في حياتي قال لي إنه شر لابد منه. دخلت الكلية اللي كنت عايزها وتخرجت منها بتقدير، ودلوقتي أسست شركتك وقاعد على مكتبك بتاكل فستق وكاجو وعمال تخصم الموظفين، وبتروح فيلتك تلعب مع كلبك روي وتنام مش شايل هم حاجة، وإن الشخص اللي بتحبه بقالك 6-7 سنين من طرف واحد هو كمان بقى بيبادلك نفس الشعور، وقاعدين في ديت ظريف على البحر وبتاكلوا بيتزا رانش، وحققت معاه كل بوستات الكرنج بتاعت اللي كنت بتشوفها على الفيسبوك. معلومة بس صغيرة، انت كده تبقى موهوم بجد، مفيش علاقة من طرفين أصلا. فوق لنفسك بقى، فوق يا موهوم يا ابن الموهومة. توسع منك وتشوف الدنيا ما فيهاش خناق، ما فيهاش بعض، ما فيهاش فراق، وتصحي اللي ماتوا وترجعهم معاك تاني وتعيش معاهم ذكريات جديدة في دماغك، وترجع اللي مشي وسابك من سنين وترجعوا تاني سوا. فقت خلاص؟ بص حواليك كده، مفيش حاجة من دي موجودة ولا حقيقية. ملحوظة بس، في فرق بين المستقبل اللي بتحلم بيه ونفسك تحققه وبين سيناريو وهمي في دماغك، حاجات انت عارف ومتأكد انها عمرها ما هتحصل ولا هترجع، وحاجات هي ممكن تحصل بس انت مش بتسعى ليها، فبتختار انها تبقى مجرد سيناريو وهمي تلجأ له بالليل قبل ما تنام. السيناريو الوهمي مهم، كده انت مش هتعرف تسيطر على دماغك انها تبطل ترسم لك السيناريوهات دي، وهي اصلا بتبقى السبب انها بتديك شوية دوبامين تكمل بيهم حياتك، بس مع الوقت هتحس انك بتكمل في حاجات خلصانة من زمان بسبب الوهم اللي انت عايش فيه. يعني مثلا ممكن تكمل في علاقة انت عارف ان مفيش منها امل لمجرد انك مديلها امل في خيالك، ممكن تفضل منتظر شخص معين انه يرجع سواء صاحب قديم او اي حد لمجرد انه رجع في خيالك. يعني هي مش بتحفزك على قد ما بتخليك واقف مكانك وعايش في الوهم، وبتدي لنفسك امل مزيف. انت بقيت بتستنى تخلص يومك بدري عشان تروح تدخل اوضتك وتعيش مع السيناريو بتاعك. اتكلم يالا عدل يالا، اتكلم بأدب. في نوع تاني من السيناريو الوهمي مؤذي اكتر بكتير، انك دايما بتتوقع السيناريو السيء من كل حاجة وبتبدأ تصدقه وتؤمن بيه لدرجة انه بيتحول لمرض. على طول بتبقى مؤمن ان الشخص ده هيسيبك، او الشغل ده انت مش هتتقبل فيه، او بتتوقع دايما الاذى من اي حد. بتبتدي تنكر الواقع وتبتدي تفايب مع السيناريو اللي في خيالك اللي توقع أسوأ مصير للعلاقة، فبتنقل العلاقة لمكان تاني مع ان الدنيا كانت ماشية كويس. وفي الشغل انت بتبقى كواليفايد كفاية، بس تعمل ايه في دماغك اللي قاعدة تتخيل مشهد الHR اللي بيرمي الCV في وشك، فبالتالي ده بيأثر على ثقتك بنفسك مع ان الواقع كله في صالحك، بس للأسف دماغك هي اللي مش في صالحك. شد الجوانة محمد وادعيلي ربنا ياخدها. تيجي نتكلم جد؟ في مقولة بتقول أقداركم تؤخذ من أفواهكم، يعني طول ما انت بتقول مش هتقدر فانت فعلا مش هتقدر، العلاقة دي هتفشل فهي فعلا هتفشل. داخل الانترفيو وانت شاكك في نفسك انك مش هتتقبل، الHR اللي قدامك هياخد باله من ضعف ثقتك في نفسك وهتترفض فعلا. السيناريو الوهمي مش شرط يكون حلو، ممكن يكون نوع من الأوفر ثينكينج اللي بيدعم أفكارك السلبية وبيخليك تتخيلها ويجسدها قدامك، فبتدخل في حالة من اليأس. المشكلة اننا بنختار نعيش اي سيناريو سواء حلو او وحش الا اننا نعيش الواقع زي ما هو. عارف ليه بنقعد نتخيل ونوهم نفسنا في واقع مش موجود الا في دماغنا واحنا في ايدينا نجتهد عشان نعيشه؟ عشان النفس البشرية دايما بتميل للسهل، بس طول ما انت عايش في الوهم مش هتتحرك من مكانك. وفي النهاية يعني لو حابب او عاوز شوية نضج تاني او عندك شوية اسئلة مش لاقي لها اجابة، ممكن مش اكيد تلاقي لها اجابة في البودكاست ده، يبقى استنى الحلقة الجاية. وبفكرك تاني، تقدر دلوقتي تسمعني على سبوتيفاي وأنغامي وأبل بودكاست ويوتيوب وكمان بوديو. يلا أشوفك الحلقة الجاية.